يعني الآن اللي واضحة للهلال مهاجم إدرسون إذا آتي، ثيو هرنانديز صح؟ ثلاثة. مهاجم تحت 21 سنة وقلب دفاع تحت 21 سنة يلعب بالقدم اليسار. هذا اللي مطروح. ها خيارات تعتبر جيدة. شوف انا اذا هو بيلعب بالقدم اليسار يمكن انا اشوف يمكن يلعب كلوبالي كاليبرو وحسان على اليمين. عشان كذا انا اقول لك ممكن هو يستخدم نيفيز ويلعب بالثلاثي اندرسون ونيفيز وسافيتش ممكن يعني كيف يكون الوسط هذا؟ كيف يكون الوسط؟ فاقول لك يعني ممكن عشان كذا انا اقول لك انزاجي واضح والله ما تلمس الكرة منهم. فعشان كذا والله ما تلمس الكرة، ما تشوف الكرة. صحيح. ادرسون ونفز وسافيتش والله ما تشوف الكرة، بيطقطقون فيك لين تدوخ. فعشان كذا واضح ان انزاجي باني الخطوات اللي يبغاها في الفريق. ولو سواها اكيد بالعكس هذا قراءه جيده للمدرب، وواضح انه يبغى يكسر الدنيا. بالنسبه لي انزاجي عرف وين الخلل وعرف وين احتياجات الفريق قاعد اساسا قاعد عبد الحكيم يمكن اللي يتابع الدوري الايطالي ما فيكم، قاعد اشاهد تركيبته تشاهالونجو التركي، مختاريان وباريلا. صحيح. ثلاثة شياطين في الكورة. صحيح. ودائما يستحوذ دائما، يعني حتى في الفرق امام الفرق الكبيره في الدوري الايطالي دائما يستحوذ، والثلاثه حركيين. يعني هو شالهانوغلو اللي بيلعب 6، لكن الاثنين باريلا ومختاريان ما تدري ايش يلعبوا. ممكن تحصلوا راس حربة، ممكن نفس ديرسون وسافيتش. لو اتوقع انه يعمد كذا. معلومة ديرسون معلومة صحيحة، الهلال في مفاوضات متقدمة معه، ترى ينتهي ولا ما تنتهي الله اعلم. في مفاوضات متقدمة معه، والسيد الزاقي يطالب فيه وبشدة يكون موجود في نادي